الفوز على بطل العالم واقوى منتخب في البطولة حتى حاليا، والمرشح الاول للفوز بكاس العالم قطر 2022 مش محل صدفة نهائيا. انك تقدم اداء بالشكل ده وبالروح وبالتكتيك والعظمة اللي شفناها من منتخب تونس وتكسر رقم قياسي لمنتخب فرنسا ده من 2010، يعني بقاله حوالي 12 سنة، عمره ما كان محل صدفة. لكن فكرة انك تستنقص من اداء منتخب تونس علشان تقول ده كان بيلعب منتخب فرنسا الاحتياطي، فده ملهوش اي علاقة بكرة القدم نهائيا. انك تقدم بالشكل والروح وانك تجاري منافس بالشكل ده، فانت ممكن ترفع فيها القبعة لمدرب منتخب تونس على انه قدر يقدم مباراة بالشكل ده. لكن في نفس التوقيت لو رجعت بالذاكرة لورا شوية ممكن تسب المدرب المنتخب جلال قدري على الكوارث اللي عملها في مباراة استراليا. خليني اقول لك ان جلال قدري بعد ما عدل تشكيله وقدر ان هو يضيف علي معلول ووهاب الخضري وقدر انه يعدل شكل الفريق، جارة منافس مش قليل. يعني انت متخيل انك تجاري اقوى منافس في العالم او بطل النسخة بتعديلاتك التكتيكيه اللي انت عملتها في المباراة التالية؟ كان فيها ايه بقى لو انت عملت نفس التعديلات دي في التاني مباراة اللي بتكون دايما اهم مباراة في مرحلة المجموعات؟ بدل ما انك تنزل مباراة استراليا خسران كل حاجة، خسران نص ملعب، خسران خط هجومك، ما فكرتش انك انت على الاقل خالص تجاري منتخب استراليا. لكن خليني مش عايز ارجع للماضي واقول ان هو خلاص كل ده طبعا قضاء وقدر ان منتخب تونس يقدم مباراة عظيمة جدا قدام منتخب فرنسا. لكن في الاول وفي الاخر خلينا بارك لكل جماهير تونس او كل جماهير العرب حرفيا على الاداء العظيم جدا اللي قدموه لاعيبه منتخب تونس والرجوليه والقتاليه حرفيا اللي كانوا بيلعبوا بيها. هارد لك خروج منتخب تونس بعد فوز استراليا على منتخب وضيع، ما كل فكرته في الكوره ان هو كان جاي همه الوحيد ان هو يدعم العيال المثقوبه اللي بتاخد فيها. نفسي اعرف اصلا منتخب زي منتخب استراليا ده موجود اصلا فكرته الوحيده ان هو يبضن عامه على كل المنتخبات العربيه. فبلاش الاسطوانه المشروخه من بعض العرب اللي عمالين يستنقصوا من فوز منتخب تونس ويقولوا ان هم كانوا بيلعبوا المنتخب الاحتياطي. فوز منتخب تونس مش فوز هين، اداء الرجولي اللي كانوا بيلعبوا بيه مش اداء طبيعي، حرفيا قدموا كل حاجه للكوره. لكن الفكره كلها ان لو كان حرفيا الاداء ده قدموه قدام منتخب استراليا كان كل العرب نظرتهم تغيرت حتى لو فازوا على منتخب فرنسا الاحتياطي. لكن في الاول وفي الاخر هارد لك لمنتخب تونس ومبروك الفوز على بطل العالم. وطبعا في النهايه نتمنى التوفيق لباقي منتخباتنا العربيه ومنتخبنا العربي السعودي النهارده في مباراته ضد المكسيك.